3 حاجات لازم تعملهم في الاضاءه، و3 حاجات اوعى تفكر فيها. اول حاجه قسم الاضاءه على مزاجك. عندك نور مباشر وقت الشغل والقراءه، عندك نور هادي وقت القعده والوناس. كده هتبقى مريح دماغك خالص من قصه الاضاءه دي. تاني حاجه بقى ومهمه جدا، البروفايل ليد مش في كل حته، لا انت ممكن تحطه في مدخل، في ممر، ده ينفع وتمام 100%. لكن صاله كامله ببروفايل هتحول الشقه بتاعتك لمعرض سيارات. ثالث حاجه بقى لازم تفهم المساحه عندك صح. السبوتات مش في كل 30 سم زي ما الكهربائي ما بيقول لك نهائي. خلي السبوتات من 120 ل 150 سم حسب الاستخدام عشان تكون موزونه ومظبوطه صح. نيجي بقى لثلاث مصايب اوعى تعملهم في الاضاءه. اول حاجه السبوتات مش في كل متر، لا هي مش نادي ليلي. عندك دلوقتي كل مكان وله احتياجه، عندك غرفه نوم غير صاله غير طرق. تاني غلطه بقى الالوان والمهرجانات اللي الناس بتعملها، سبوتات احمر واخضر والكلام ده كله ممنوع. ده الكلام ده كله تخليه في عيد ميلاد ابن اختك. عندك بقى بيتك محتاج اضاءه ورم ومريح، الا لو في مكتب او مطبخ ساعتها الابيض مقبول. تالت واكبر غلطه ان انت تلغي الجبسون بورد وتقول عايز اضاءه حلوه. الجبسون بورد هو المسرح اللي بتحط عليه العرض بالكامل، لو لغيت المسرح يبقى انت لغيت العرض كله.